مايكل روبرتس اتجوز جواز تقليدي في 2009 بس كان ليه عشيقة سرية. لما مراته عرفت بعلاقته السرية وواجهته حب يتخلص من كل حاجة في طريقه، فملقاش حل غير طبعا انه يقتل مراته، مع انه كان ممكن يطلعها عادي. بدأت القصة في انجلترا لما مايكل اتجوز بنت اسمها فيكي في شهر 6 في 2009. وقتها كان جواز تقليدي وما كانتش فيكي تعرف ان جوزها متعدد العلاقات النسائية، لان ما كانش عندها اي علم بحياته قبل الجواز. وده يعلمنا ان احنا ندور في موبايل خطيبنا كويس. بعد 4 شهور بس مايكل ما كانش ذكي كفاية، وفيكي بدأت تشك انه بيخونها. حاولت تتأكد بأكتر من طريقة، والستات زي بعض في كل العالم فعلا اتأكدت. وبعد ما اتأكدت قررت ان هي تحاول تحافظ على بيتها وتعاتبه وتواجهه. بس بتتصدم فيكي من رد فعل مايكل اللي بيعرفها انه بيحب واحدة تانية ومتعلق بيها، وقال لها انه عايز يخلص من جوازه منها وانه مش عايز يعيش معاها. بتتعايش فيكي مع الوضع وهي حزينة لحد 29 نوفمبر 2009 قرر مايكل انه ينهي حياة فيكي، وبالفعل خنقها لحد ما ماتت. وبعد ما قتلها بيلف جثتها بملاية السرير وبيلفها بشريط لازق وخباها في مكان زي صندرة السرير كده. وبعد كده عشان يبعد الشكوك عنه بعت رسالة لأبو فيكي بيقوله فيها إن هي سابت مايكل وسابت البيت وخدت جواز سفرها وسافرت. حاول أبو فيكي يوصل لبنته طبعا لما تليفونها اتقفل. بعد كده فكر والدها، وبالفعل تواصل مع شركات الطيران على أمل إنه يعرف بنته سافرت راحت فين، ولكنه بيتفاجئ لما ما يلاقيش اسمها في أي شركة طيران. وبيفضل يحاول يومين لحد ما بيتأكد إنها ما سافرتش، وساعتها بيقرر إنه يقدم بلاغ للشرطة بالظبط يوم 3 ديسمبر، وبيقدم لهم الرسالة وكل اللي وصله. وقتها الشرطة أول اللي عملته إن هي راحت فيكي ومايكل. ولما الشرطة راحت دوروا بعناية ولكن ملقوش أثر لجثة فيكي في البيت. وأول ما بيقربوا من صندرة السرير بيبدأ مايكل يتوتر وبيجري منهم، وبيتقسم رجال الشرطة، جزء بيجري وراه وجزء بيفتح صندرة السرير وبيكتشفوا الجثة. بيحاول يهرب ولكنهم بيمسكوه، وفي التحقيقات بيعترف انه كان بيخونها وبيكلم بنات على الفيسبوك. وقال كمان ان هو قتلها عن طريق الخطأ بإحلام الروب وهم بيهزروا مع بعض. ايه الهزار الغشيم ده؟ وبعد الضغط عليه في التحقيقات بيعترف بكل تفاصيل القضية وبيتحكم عليه ب17 سنة. والجريمة دي غرابتها انها من وقت جوازها لحد ما لقوها مقتولة فترة ما تكملش ال6 شهور. والغريب برضو ان هو مجتمع متفتح مفهوش عادات زي ان انتي تحافظي على بيتك وتستحملي عشان بيتك والكلام ده. فهي لما اعترف لها انه كان بيخونها ما سابتهوش ليه؟ وهو بدل ما يقتلها ليه ما طلعهاش وانفصل عنها ويخلص الموضوع على كده وحافظ على حياته وحياتها؟ قولنا رايكم في الكومنتات واستنونا في قصص وحكايات جديدة.